السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وأسعد الله المساء. أهلا وحضراتكم جميعا، وساعة سياسة من الآن حتى دقات الخامسة. أسعد بصحبتكم أنا ربيع السيسي، ومعي الزميلة جيهان حسني من الهندسة الإذاعية. موضوعنا النهاردة موضوع هام جدا وحاسم جدا، ومشاركات حضراتكم مهمة معانا جدا جدا جدا. سؤالنا في الفترة النهاردة المفتوحة حتى الخامسة في ساعة سياسة عن المظاهرات المزمع أن تكون يوم السبت القادم، يوم 28 نوفمبر الحالي. السؤال هو: من الداعي لهذه المظاهرات؟ من وراءها؟ ما هي الأسباب الحقيقية خلف هذه المظاهرات؟ ثم لماذا مظاهرات؟ ثم أيضا لماذا يوم 28؟ الدلالة بتاع يوم 28. يعني احنا اعتدنا مثلا عن مظاهرات في مناسبات مختلفة، نقول ذكرى 25 يناير، نقول ذكرى 30 يونيو، نقول حرب أكتوبر، نقول ذكرى زعيم معين، ذكرى وطنية، ذكرى محمد محمود حتى اللي فاتت كانت يوم 19، وما كانش فيه مظاهرات ولا سمعناش عن شيء معين في شأنها إلا قليل خلاف السنوات السابقة. إذا السؤال اللي هو مطلوب من حضراتكم تجاوبوا عليه وتقولوا لنا: لماذا هذه المظاهرات؟ من الداعي؟ من وراءها؟ من يمول؟ ما هي الأسباب؟ مع العلم بأنه في شيء مهم جدا جدا، إن احنا مع المظاهرات السلمية. التظاهر السلمي حق مكفول للجميع، بل هذا الحق ليس منحة ولا منا من أحد أبدا، إنما هذا الحق هو حق طبيعي من حق الناس إن هي تتظاهر لتعبر عن رأيها تجاه موضوع معين، بشرط أن يكون أولا هذا الموضوع موضوع مشروع. يعني أنت تدعو لتظاهرات من أجل موضوع مشروع، يعني داخل في إطار القانون، موضوع يتفق عليه الناس أو فئة من الناس أو مجموع معين من الناس. المهم أنه موضوع التظاهرات يبقى موضوع مشروع. دي رقم واحد. رقم اتنين: إذا كنا حقيقي عايزين دولة القانون وبناء دولة القانون وخضوع الدولة ومؤسساتها للقانون، وكل من يحكم يخضع للقانون بما فيه الحاكم نفسه، اللي هو مبدأ المشروعية المتعارف عليه في النظم والعلوم السياسية. مبدأ المشروعية يعني خضوع الجميع لسيادة القانون بما فيها الحاكم، لأنه القانون فوق الحاكم، القانون هو الذي يأتي بالحاكم. وبالتالي حق التظاهر السلمي حق مكفول، لا يستطيع أحد أن يمنع أحد من أن يتظاهر. بس خلي بالك الوصف بتاع التظاهر اسمه تظاهر إيه؟ سلمي، مش تظاهر عسكري، مش تظاهر بمولوتوف، مش تظاهر بعنف، مش تظاهر بحمل أسلحة، مش تظاهر بقطع الطرق، مش تظاهر بإتلاف المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، مش تظاهر بوقف سير المرافق العامة أو الاعتداء على المنشآت. ده مش تظاهر، ده يبقى إجرام، يبقى إجرام، عشان نفرق بين المفاهيم. إنما تظاهر سلمي، نعم نحن مع التظاهر السلمي، وزي ما قلت إنه حق التظاهر السلمي ليس منحة ولا منا من أحد أبدا. ده حق طبيعي 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 للناس جميعا إنهم يتظاهروا سلميا. بس عندنا الشروط القانونية. حضرتك عايز تتظاهر، أهلا وسهلا، بس امشي بالقانون. القانون يقول لك فيه تصريح، مش تصريح بقى، اسمه اختار. تخطر الجهات المعنية بأنك أنت تتظاهر، وتحدد المكان والسبب، وتلتزم بالقواعد المرعية وفقا للقانون. هذا هو موضوعنا الرئيسي: لماذا الدعوة لهذه التظاهرات؟ بعد هذا الفاصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ ربيع، بحييك وبحيي فريق العمل كله عند حضرتك. اشكرك الاستاذ ماجد عبده الكاتب والناقد المسرحي، شكرا جزيلا. اتفضل يا فندم. اهلا بيك، اهلا بيك يا استاذ ربيع. واعلم جيدا انكم خدتوا عهد على نفسكم لمجابهه الظلام والجهل. نعم. والحقيقه ان الموضوع بتاع النهارده ده يعني فعلا في مجابهه، يعني القاء الضوء عليه لمجابهه الظلام ومجابهه الجهل الفكري. وحضرتك عارف كويس ان انا دايما بشوف الموضوع فكريا. تمام. وانا شايف الحقيقه ان الاحداث بتاعت يوم 28 دي
هتفضل وهتستمر وهتتكرر اكتر من مره. في يا استاذ ربيع دول بتمول الارهاب والارهابيين، وفي منظمات من مصلحتها نشر الفوضى وتمويل الارهاب والارهابيين، والناس دي ما ينفعش تقعد من غير شغل. اللي هم بيعملوه ده شغل السبوبه بقى، ان احنا اهو بنعمل مظاهره فادونا عشان نمول المظاهره، وتبتدي الدول تمولهم وتديهم فلوس، ويفضل يستمر شغلهم، اكل عيشهم هو المظاهرات دي والعمليات الارهابيه، وان هم يعملوا بلبله، وان هم يحسسوا العالم الغربي اللي هو ليه مصالح ان الامور تبقى غير مستقره في مصر، لان حضرتك عارف ان مصر طبعا رمانه الميزان في الشرق الاوسط، فكل ما تكون الاستقرار قليل فيها كل ما ده يخدم مصالح خارجيه. وطول ما ده بيخدم المصالح الخارجيه، طول ما الخارج او الغرب او الدول الداعمه للارهاب هتمول ده وتديهم فلوس. فانا شايف ان مظاهرات يوم 28 هي ما بداتش، مش هتبدا يوم 28، هي بدات بالفعل، ولكن بتبدا بشراره صغيره في ذكرى محمد محمود يستغلوا بيها بعض الثوار اللي هم مش فاهمين، وينزلوا معاهم، وتبتدي العمليه تزيد تتزايد لغايه ما توصل ل 28. بعد كده توصل للحكم على مبارك سواء معاه او ضده، يستغلوا الحشود من هنا او من هنا، ويبتدوا يقولوا للناس بره ان احنا هو بنشتغل يا جماعه يلا ادونا فلوس. فانا شايف ان العمليه دي تمت يعني، مش هي الموضوع مش يوم 28، ده الموضوع تم التخطيط ليه، وتم فعلا اخذ الخطوات الاولى من محمد محمود. واحنا ممتدين كده على بمرور الاحداث زي ما قلت لحضرتك على 28 وعلى غيره، هيبقى فيه بعد كده هيبقى فيه اكتر من حاجه. انما هنا السؤال، واسمح لي انا اسف في الاطاله. لا اتفضل. هنا السؤال، هل هم في الفعاليات اللي هم بيعملوها دي، هل هم موفقين ام غير موفقين؟ هل هم بيقدروا يكسبوا ناس؟ هل بتتزايد الناس معاهم؟ انا شخصيا شايف ان مثلا عندنا هنا، انا بكلمك في اسكندريه يا استاذ ربيع، عندنا هنا في اسكندريه كان في ناس بتطلع بتتعاطف معاهم في البدايه، في ناس تعاطفت معاهم قالت الناس دي، وده وارد، الناس دي مظلومه وبيتاخدوا عمال على بطال ونطلع نساعد معاهم. انا شايف ان كل يوم كانوا بيطلعوا فيه كان العدد بيقل، وكل يوم بيطلعوا فيه الناس تبتدي يعني تاخد موقف ضدهم، لان الامور كل مدى يا استاذ ربيع الامور بتتضح وبتتكشف اكتر، وكل ما الوقت بيمر كل ما الكذاب بيبان. وطبعا زي ما حضرتك عارف الرسول عليه الصلاه والسلام، ربنا سبحانه وتعالى لما كلم الرسول قال له وما انزلناك الا رحمه للعالمين. الدين الاسلامي ده مش نازل للمسلمين او لعلماء المسلمين، الدين الاسلامي ده نزل للعالمين وكل الناس. الآية فعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني لكل البشر. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للناس كلها. هات لي بقى يا أستاذ ربيع واحد من اللي بيعبدوا البقر وقول له تعالى يا عم الحاج أنت اللي بتعبد البقرة، في الشريعة بتاعتك وفي العقيدة بتاعتك القتل والسحل والضرب والكذب والنفاق إيه؟ هيقول لك لا ده البقرة ما ترضاش بكده. في كل الأديان السماوية الكذب والنفاق حرم، ما بالك في الدين الإسلامي اللي الرسول يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وربنا سبحانه وتعالى بيقول وإنما بعثت لتتم، الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق دي الكذب اللي انتوا بتقولوه والنفاق ده انتوا نفقتوا كذبتوا ونفقتوا، يعني عملوا كل الموبقات. يعني حضرتك بتقول دي القيم يا استاذ ماجد، القيم الانسانيه المشتركه. لسه يعني متخيل ان الناس دي ممكن تعمل حاجه وتكون فعلا مثال للدين او رمز للدين. الدين الاسلامي ملوش رموز، الدين الاسلامي ملوش كهنوت، الدين الاسلامي عقيده جوانا، وكل الاديان السماويه نزلت بالسلام، وللاسف مش حكر على حد، للاسف هم عملوا ده حكر عليهم، فطبعا اللي هيطلع معاهم هو المأجور فقط،
وهم اللي عايزين يعملوه ان هم زي ما قلت لحضرتك ان هم يتلقوا اموال يبتدوا سبوبه، يعني بيشتغلوا، يعني ده شغل بزنس. الكاتب المسرحي والناقد الاستاذ ماجد عبده، انا بشكرك شكرا جزيلا، دائما يعني تضيف الينا الكثير من المعلومات الجديده، متشكرين جدا. الله يخليك، شكرا. شكرا جزيلا للاستاذ ماجد عبده. زي ما قال كده الاستاذ ماجد، هؤلاء القوم الذين يدعون لمثل هذه الامور، والكذب يتكشف يوما بعد يوم.